ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. شايفين الكيك الجميل ده؟ عملنا النهارده بقى يا حلوين الكيك الزبرة او كيك التايجر زي ما بتقولي عليه قولي. شايفين الجمال؟ شايفين الكيكه من جوه؟ يلا نعرف طريقتها. بصوا يا حبايبي بقى، ماما النهارده تعمل معاكم الكيك. الطريقه بتاعتها هي بتحتاج 3 بيضات ونص كوبايه زيت وكوبايه سكر بودر وكوبايتين دقيق وكوبايه لبن. خلاص. بصوا يا حبايبي بقى، الكيكه دي سهله جدا جدا وزي ما انتم شايفين كده اقتصاديه، ما بتحتاجش مكونات كتيره ولا حاجه، وهتتعمل كمان كلها على بعضها كده في الخلاط. زي ما انتم شايفين كده ماما اول حاجه بتنزل بالثلاث بيضات كده في الخلاط. خلاص. هتعمل بقى دلوقتي ايه؟ هتحط طبعا طالما في بيض هتحط فانيليا. تحط زي ايه كده معلقه صغيره كده فانيليا او باكيت فانيليا بتشتريه من بره، اللي انتي بتحبيه استخدميه في الفانيليا يعني. تمام. وتحطي هنا برضو معلقه صغيره من الخل. طبعا انتوا عارفين الخل بيمنع اي ريحه زفاره خالص، وكمان بيبقى حلو قوي، بيبقى محسن للكيك جميل جدا. وماما كمان هتحط هنا نص كوبايه كده من الزيت. خلاص. وكمان معلقه سمنه. تمام تمام يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده لحد دلوقتي المكونات كلها سهله واقتصاديه خالص، يعني وانتوا في المطبخ كده هتعمليها سهله خالص. خلاص. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده ماما تحط معلقه كبيره كده من السمنه. تمام. وهتحط دلوقتي عليهم ايه كمان؟ الكوبايه بتاعت السكر الناعم ده، سكر بودر ناعم. خلاص يا حلوين. طيب وهنعمل ايه تاني بقى بعد كده؟ هنحطهم بقى دلوقتي كده في الخلاط ونضربهم كلهم في الخلاط لحد ما يبقوا متجانسين جدا جدا جدا. بص بقى يا حبيبتي، انت وهي قبل طبعا بقى ما تشتغلي في الكيك لازم تكوني فاتحه الفرن ومسخناه، يعني تدخلي الكيكه في درجه حراره، يعني الفرن لازم يكون شغال قبل ما تبداي في الكيك. خلاص. دي حاجات يا جماعه مهمه واساسيات في الكيك، اي كيك بتعمليه لازم تفتحي الفرن كده قبل ما تشتغلي فيه يكون ساخن، يعني تشتغلي مثلا لمده 5 دقايق كده ولا حاجه قبل ما تبداي في الكيك. تمام. زي ما انتم شايفين هنا كمان ماما بتحط كده كوبايه اللبن تدريجيا كده على الخليط وهو بيشتغل في الخلاط. خلاص. وبعد طبعا ما الخليط بقى اتخلط كويس جدا في الخلاط، معانا هنا كوبايتين دقيق وعليهم كده كيس كده من الكيك شيف. طبعا حابه تستخدمي بودر براحتك اللي انت عايزاه، الاتنين بيحلوا محل بعض على فكره. تمام. وطبعا رشه ملح كده صغنونه على الدقيق، وتقلب الملح بالبودر بالدقيق كده كويس جدا. خلاص. وهننزل بقى يا حلوين بالدقيق ده تدريجيا كده وعلى الخليط وهو في الخلاط. تمام. يعني زي ما انتم شايفين كده الخلاط شغال زي ما بتوريكم كده، وبتنزل بقى بالدقيق كده معلقه معلقه. خلاص يا جماعه. الكيكه دي يا جماعه بتبقى روعه 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 وجميله وهشه وحلوه قوي، وكمان تنفع في العزومات عندك او ضيوف جايالك. صراحه بتشرف وشكلها جميل وخطيره زي ما انتم شايفينها كده في اول الفيديو. خلاص. هنا بقى ماما كانت خلاص خلطت كده الدقيق كويس جدا في الخلاط. طبعا هنا بقى هنقسم الخليط الحلو بتاعنا ده يا جماعه لجزئين 2. خلاص. هنخلي نص الخليط ده في الخلاط زي ما هو، والنص الخليط ده هنحط عليه طبعا الكاكاو، علشان هنعمل دلوقتي الشكل اللي هو الزبرة او التايجر اللي بيخطف العيون ده الصراحه. الصراحه بيبقى شكله روعه روعه روعه. خلاص. دلوقتي بقى ماما جايبه كده معلقتين 2 كبار كده من الكاكاو، وهتحطهم في النص الخليط اللي هي حطته في الشفشق الصغنن ده. اهم حاجه حلوين وانتوا بتعملوا الكيكه دي لازم يكون معاكي كده معيار مثلا جنبك كده ببوز. المهم لازم يكون في حاجه فيها بوزه كده، اللي بقى عشان وانتي بتحطي الخليط في الصينيه ينزل كويس. تمام. زي ما انتوا شايفين كده هي ماما بتصبه ينزل حلو. خلاص. طبعا بقى بتكون عندك انت بقى صينيه مقاس يا جماعه 24، ما تكبروش الصينيه اكبر من كده ولا اقل من كده، مقاس 24 حلو قوي للخليط ده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده الصينيه ماما كانت دهناها سمنه وهي معفراها كمان بشويه دقيق كده عشان نضمن ان الكيك ما يلزقش ابدا. خلاص. زي ما انتم شايفين كده ماما بتنزل بالخليط شويه من اللي هو الخليط الابيض العادي وشويه من الخليط اللي هو الكاكاو. خلاص. بصوا بقى يا حبايبي، وانتوا بتحطوا الكاكاو على الخليط لو لقيتوا الكاكاو تقيل كده، لو لقيتوا الخليط بتاع الكاكاو تقيل ممكن تحطوا شويه لبن صغيرين تخفوه، حاجات بسيطه، او شويه ميه اللي انتوا عايزينه اعملوه. خلاص. هنا بقى بعد ما خلصت الطبقات كلها بتاعت الكيك، طبعا بيكون معاكي خله اسنان حلوه كده، وتقعدي تعملي فيها التعريجات اللي انت شايفاها الحلوه دي.
يعني بتمسكي الخله تقعدي تعملي فيها ايه الخطوط دي كده اللي الكيك داير ما يدور. خلاص يا جماعه، لازم الخله تنزل من للخليط من تحت كده، تنزلي الخله من اللي تحت كده وتقومي عامله ايه خطوط كده لحد الدايره اللي في النص. خلاص سهله جدا جدا جدا. قولوا لي بقى علشان الكيك الحلو ده بقى، حطوا لايك جميل كده حلوين واشتركوا في القناه. وقولوا لي بقى مين اللي لسه محطش اللايك. ازعل والله. الكيك دي طعمها روعه 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 والله. هترجعوا للفيديو تاني وتعرفوا الطريقه عشان تعملوه، شكلها وطعمها خطير. خلاص بصوا يا حبايبي هنا خلاص بعد ما طلعت. طبعا احنا مدخلينها درجه حراره يا جماعه 180. خلاص بتاخد ساعه الا ربع بالظبط وتكون استوت بالشكل الخطير الجميل ده. شوفين بقى هنا ماما وهي بتقطعها جميله جدا جدا. طبعا ما تفتحوش عليها بقى ايه بعد ما تستوي على طول، سيبوها تبرد في الفرن خالص عشان ما تهبطش منك. بعد ما تسيبها تبرد تطلعيها بقى ايه وتقطعيها. شايفين الجمال؟ ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ دي بقى بذمكم كده ما تستاهلش لايك حلو منكم. مع السلامه.